كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. ولأن لكل من اسمه نصيب، فقد كان شخصية اليوم اسما على مسمى. الحاج ياسين هذا هو اسمه، وهكذا عرف في الأوساط. كان الحاج ياسين أبا للعلم والمتعلمين، فكان يقرب منه محبي العلم ويشجعهم على التعلم والمعرفة، وذلك لأنه سار على نفس الدرب، حيث تعلم مبكرا وتخصص في علم المواريث. أيضا تبحر في تفسير القرآن الكريم، ولم يسبقه إلا القليل في معرفة أسرار اللغة العربية وقصص الأنبياء والمرسلين. فبمجرد تحويل مسجد أبو بكر الصديق إلى جامع كبير يجمع الناس، أصبح الحاج ياسين إماما وخطيبا له لفترة طويلة جدا. ومع ذلك كان يملك المساحات الواسعة والأراضي الكبيرة الشاسعة، بالإضافة إلى المتاجر التي تتوزع على أخرية وما حولها. لكن ورغم ما يملكه من ثروة، إلا أنه كان لا يحب الحديث عنها، بل كان جل وقته للعلم والعلماء. فهو من قام ببناء مدرسة أسكوالا أخرية، حاليا تسمى سمرة أخرية، مع السعي في قضاء حوائج الناس. كان الحاج ياسين يسعى بين الأهالي والقرى والمدن في تعليمهم والحث عليه، بالإضافة إلى تربية الأجيال على تعاليم الدين الصحيحة. كما كان يسعى في تخفيف أعباء الزواج للمقبلين عليه والمشاركة في نفقات الزفاف. وبعد هذه الرحلة الطويلة والعمل الدؤوب، ترجل الحاج ياسين وارتحل إلى الرفيق الأعلى، بعد أن حفر اسمه في تاريخ إريتريا العظيمة ومنطقة أخرية على وجه الخصوص بأحرف من نور. ألا رحم الله الحاج ياسين، وجزاه الله عنا كل خير. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته.